السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا هنوري حضراتكم النهارده الفراخ. الحمد لله احنا الحمد لله النهارده بعنا الفراخ يعني، والحمد لله. وزي ما انتم شايفين الفيديو ده قبل ما نبيع الفراخ على طول يعني. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنوريكم الفراخ وهي كبيرة يعني. والصلاة على النبي، زي ما انتم شايفين الفراخ قدامكم اهيت. الصلاة على النبي يعني حاجة زي الفل خالص. متوسط وزن تقريبا 2 وربع. عمر 36 يوم النهارده، ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا خالص. عاوز اقول لكم بقى يعني ايه، زي ما بيقولوا كده ان التربيه في البطاريات هي مستقبل صناعه الدواجن في مصر. فاحنا عاوزين نقول للناس كلها اللي عاوز يربي يتوكل على الله. عاوز تربي والمكان عندك صغير زي ما احنا قلنا، ابتدي اشتغل على البطاريات. المكان اللي قدامكم ده بفضل الله ما يشيلش غير من 120 ل 130 يعني، بالكتير قوي 140 فرخ لو احنا في الشتاء. المساحه بتاعته صغيره جدا، بفضل اللي احنا مربيين فيه 350 فرخ. ومش عاوز اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله نتائج زي الفل. وخلي بالكم الرف اللي انتم شايفينه فوق ده كله، ده يعتبر ده كانت اللي احنا طالعين في الصغير، لان ده الدور الرابع. كنا مقلقين من موضوع التهويه والكلام ده كله، فخليناه فوق زي ما قلت لحضراتكم. هنقول لكم ايه الدنيا فيه، لان الدور ده بقى وانتوا عارفين الهواء الساخن والكلام ده كله. بس البنات موجوده زي ما انتم شايفين في السقف كده يعني، بسم الله ما شاء الله. او زي ما وريناكم الفيديو اللي فات البنات، او الحاجات احنا ركبناها جديده اللي هي البنات. خط الميه عملناه كله اوتوماتيك. فتحنا فتحه جديده بين البطاريتين بتبان في الصوره، كانت باينه دلوقتي. ممكن لو باينه دلوقتي نوريها لكم تاني. حاجه جميله خالص جدا يعني. الشغل بسم الله ما شاء الله عليه. شوفوا درجات الحراره قدامكم اهيت 23 ما شاء الله يعني. حاجه بالصلاه على النبي جميله جدا 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 يعني. وانا جاي هنا اقول للناس كلها اللي عاوز يتوكل على الله ويشتغل، توكل على الله واشتغل. بفضل الله يعني ارباح كويسه جدا، شغل 100 100. المكان زي ما قلت لكم ما بياخدش غير حوالي 120 130. مربين في 350 الحمد لله تقريبا كده. عاملين ضعفين عن المكان اللي موجود. اه هي البطاريات بتبقى في الاول مكلفه، بس انا عايز اقول لك بفضل الله دوره والتانيه باذن الله تكون ده من فلوسك. باذن الله من غير مقاطعه، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. ولو معاك حد بقى هيدلك او يبتدي كده، لو انت قله خبره يعني، يكون اي جنب مكتب بيطري مهندس حد انت عارفه يعني يشغلك يجيب لك الفراخ والكلام ده كله، ويبتدي تاخد منه المعلومات. ولو ما كانش النت بفضل الله يعني موجود وفي كل حاجه موجوده، احنا وغيرنا وبيتكلموا كلهم بصراحه. وعشان تبقوا عارفين يعني الموضوع في الدواجن عندنا ما فيش فيه بيقولوا عليها ايه يعني، ما حدش بيضر التاني وما حدش بيضحك على التاني، لان ما ينفعش كده، لان كلنا بنقول يا رب ربنا يفرجها على الجميع. فما حدش هنا بيبخل على التاني في معلومه، فكل ما هتسال كل ما الناس هتفيدك وتديك معلومات كويسه. فتوكل على الله. مشروع سهل جدا، مش سهل في التربيه يعني. سهل انك تشتغل يعني، سهل انك تشتغل وتتعلم بسرعه. دوره في الثانيه في الثالثه باذن الله يبقى عندك خبره. توكل على الله تقدر تعمل بيه زي ما بيقولوا كده دخل اضافي ليك. حاجه بسيطه. وخلي بالك بقى مع لوحه التحكم اللي انتم شايفينها قدامكم دي كلها، مع الجو ده المكان ده كله معلش عيل صغير يشرف عليه، مش قصه يعني. انت مظبط حرارتك ومظبط تهويتك ومظبط كل حاجه، كل حاجه شغاله اوتوماتيك. انت بس بتتابع ان لو حصل اي خطا او اي شيء في الموضوع. فانا عاوز اقول ان الكل يتوكل على الله ويشتغل، من الارباح بفضل الله يعني حاجه كويسه جدا. وربنا يبارك في اصحاب المكان يعني ويزيدهم يا رب. عايز اقول لكم يعني ايه، توكلوا على الله واشتغلوا. توفير في العلف، توفير اقل حاجه في فرق 20 جنيه في الفرخ عن السوق ما يكون مربى ارضي. وده كله بيصب في مصلحه المربي، وده كله بيعمل نتائج كويسه. ولو عوزتوا اي حاجه بقى يعني مستنيين في التعليقات اللي انتوا عايزينه نجاوب لكم عليه. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.